مساء الخير والبركة على عيون أحلى هوانم في الدنيا. الأيام جريت وخلاص العيد بعد بكرة، وعارفة إن أغلبنا دلوقتي عايش وسط المعمعة بين سجاد بيتشال وتنفيض وترتيب وتجهيز عزومات. والسؤال اللي بيطرح نفسه دايما، هو احنا ليه كل عيد لازم نهد حيلنا ونضيع روقاننا والبرستيج؟ لا، احنا هوانم، والهانم شطارتها انها بتعرف تشتري راحتها ونفسيتها بمزاج. في الفيديو ده هقولك على أسرار اتيكيت الروح والبركة اللي هتخليكي تنضفي وتتعبدي وتستقبلي أهلك وانت في قمة شياكتك وروقانك. جهزي فنجان القهوة الجميل وتعالي نوري لمتنا. أول سر وأهم سر هو اتيكيت الروح. البركة مش هتيجي في بيتك وانت بتنضفي وانت عصبية أو بتزعقي. البركة بتيجي بالهدوء النفسي. خصصي لنفسك كل يوم وخصوصا ليلة الوقفة ربع ساعة بس في وقت السحر قبل الفجر. اقعدي فيها لوحدك والمصحف في ايدك، خدي نفس عميق وادعي من قلبك. النور والسكينة اللي هتدخل قلبك في الربع ساعة دي هي اللي هتديكي طاقة تكفيكي طول ايام العيد من غير ما تحس بأي ضغط. ندخل بقى على البابا الكبير، التنفيذ وتنظيفة العيد. اتيكيت الهانم بيقول ايه؟ البيت اتعمل عشان يخدمنا، مش احنا اللي يتهدى حيلنا فيه عشان نخدمه. بلاش نظام هدة الحيل وان البيت كله يتقلب في يوم واحد. قسمي الشغل وركزي دايما على الاماكن اللي عينك وعين ضيوفك تقع عليها. رتبي ركن الصالون، عطري السجاد، واظبطي اضاءة هادية. مش لازم المطبخ يلمع لدرجة الاعجاز العلمي ليلة العيد. الاهم انك تخلصي بدري وتاخدي شاور دافي وتلبسي حاجة شيك ومريحة عشان لما العيد يدخل يلاقي في البيت هانم رايقة، مش واحدة هربانة من أعمال شقة. نيجي بقى للمة العيد وعزومات الأهل اللي بنحبها بس ساعات بتوترنا. الكرم والبركة مش بكثرة الأصناف والوقفة طول اليوم في المطبخ. البركة في اللقمة الهنية والضحكة الحلوة والترحيب اللي يشرف. قدمي حاجتك بشياكة حتى لو أصناف بسيطة في أطباق منسقة ونضيفة. وطبعا مفيش لمة عيلة من غير أسئلة فضولية. لو حد سألك سؤال محرج أو تدخل في خصوصياتك، اتعلمي اتيكيت الرد الذكي. ابتسمي ابتسامة هادية جدا وقولي الحمد لله كله تمام، المهم طمنوني عنكم انتم. غيري الموضوع بمنتهى الأناقة من غير ما تخسري حد ومن غير ما تسيبي حد يضايقك. في النهاية يا هوانم افتكري دايما انك انتي البركة الحقيقية في بيتك. انتي بركة البيت. روقانك وشياكتك وبشاشة وشك هما اللي بيعملوا روح العيد. كل سنة وانتم طيبين وكل عيد وانتم أرقى وأجمل هوانم في الدنيا. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان لمتنا تكبر بيكوا يا هوانم يا حلوين. وقولولي في التعليقات ايه اكتر حاجة بتوتركم في تجهيزات العيد، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.